بجد امتى الساحل ده يخلص؟ وحياة ربنا امتى الساحل ده يخلص؟ يعني ولادنا في الساحل رايحين جايين على الطريق، من المازا لسيدي حنيش لغزالة لكيكيز في هاسيندا وايه كل مشوار بقى ايه، ساعة ونص رايح ساعة ونص راجع، الظهر وبالليل وفي عز الليل والفجر وبعد الحفلة وانت رايح الحفلة بجد امتى يا رب هتتوب علينا من المشاوير المؤلمه المرعبه اللي بتخلي كل الاهالي قاعدين حاطين ايدهم على قلبهم وولادهم على الطريق في نصاص الليالي بعد الحفلات. بجد هو مش عارفه، هو انا لوحدي ولا انتوا مشتركين معايا في هذا الاحساس؟ لان بجد خلاص انا ببقى بعد الايام عشان اغسطس ده يخلص وعيالنا يرجعوا كده القاهره ويهمدوا في حضننا ويباتوا جنب قلبنا ونبقى مطمنين عليهم. بجد تعبت، والله تعبت، انا ضغطي عالي مش عارفه اعمل ايه. انا هحاول اعلق بكل ادب واحترام، لان انا لو قلت اللي جوايا هقول الفاظ يعاقب عليها القانون. في الوقت اللي مصر كلها حزينه، وفي الوقت اللي مكلومه فقدت 6 من اولادها، وفي الوقت اللي عمال غلابه بيموتوا هم رايحين يدوروا على يوميه ب100 جنيه، تطلع الفنانه هايدي كرم تتكلم عن معاناه اولادها في السفر للساحل. بصراحه التوقيت صادم، والكلام مستفز لمشاعر ناس موجوعه. احنا فنانة مش ضد ان اي حد يتكلم عن معاناته، والف سلامة عليكي، احنا مقدرين والله. لكن لازم نحس بالناس اللي معاناتها مش زحمة طريق ولا سفر للساحل، معاناتهم انهم ممكن يخرجوا من بيتهم عشان خاطر 100 جنيه وما يرجعوش. حادث الاسماعيلية اللي راح ضحيته 18 شخص واصيب حوالي 30 شخص مش مجرد حادث طريق، دول عمال خرجوا يدوروا على لقمة عيش بالحلال، وبعضهم بيشتغل باليومية وبيتنقلوا في مواصلات لا تليق حتى بالحيوانات. وعندنا القرف ده برضو على الخط بتاعنا، والواحد مكتوم وما بيتكلمش. البيانات الرسمية في مصر سجلت من 2019 ل 2023 أكتر من 33 ألف حالة وفاة و315 ألف إصابة بسبب حوادث الطريق. الدنيا ماشية في مصر بالبركة لما العدد ده 48 شخص يركبوا في عربيتين صندوق، فدي مهزلة. ورا كل رقم من دول وأب وزوجة وطفل مستني أبوه يرجع. عمال اليومية مش طالبين رفاهية ولا سفر للساحل ولا حياة مرفهة، كل اللي طالبينه وسيلة مواصلات آدمية تحافظ على حياتهم وهم رايحين يجيبوا لقمة عيش لأهلهم. عدل، شوية عدل، شوية عدل يا ناس. ربنا يرحم ضحايا أهل إسماعيلية واللي قبلهم بورسعيد والزقازيق، ويرحم كل اللي ماتوا عشان خاطر لقمة عيش بالحلال. وفي الآخر قبل ما نحكي عن معاناة السفر والطريق والزحمة، لازم نفتكر إن في ناس بتسافر كل يوم علشان يومية ب100 جنيه، وبعضهم بيوصل لنهاية الطريق في كفن. الناس مش محتاجة تشوف رفاهية غيرها وهي موجوعة، الناس محتاجة تحس إن حياتها ليها قيمة. ربنا يرحمهم ويرحمنا ويطلعنا منها على خير. السلام عليكم.